عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ومشاهدي قناة تركيب الأقمار في كل مكان. أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب الأخضر السعودي والمنتخب الساموراي الياباني. طبعا تصفيات آسيا رجعت من تاني، وطبعا المعظم بيحاول يدور على القنوات اللي هتنقل مباراة منتخب السعودية ومنتخب اليابان اللي هتتلعب يوم الخميس في تمام الساعة 9 مساء. طبعا هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ومنتخب اليابان. طبعا هنتكلم النهاردة عن القنوات الناقلة للمباراة. المباراة هتتلعب يوم الخميس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. تمام. طبعا القنوات الناقله للمباراه هي الباقه البنفسجيه، وطبعا معظم الناس مش هتعرف تتفرج على الباقه البنفسجيه، فهتبدا تدور على القنوات الاخرى الناقله وبكل سهوله للمباراه. طبعا اول قمر معانا هو القمر آموس 4 درجات غرب، وهو اسهل قمر واشارته عاليه جدا وبيمكن استقباله في جميع انحاء الوطن العربي. قمر آموس عليه قناه سبورت 5 وسبورت لايف وسبورت بلس. طبعا القنوات ديت ترددها 10 842 عمودي مع معدل ترميز 30,000. ده القمر آموس، وده أسهل قمر إنك تجيبه مع قمر النايل سات وبكل سهولة. يبقى عندنا قناة سبورت 5 وسبورت لايف وسبورت بلس. هتبدأ تدور على واحدة من القنوات دولت، هتلاقي المباراة طبعا منقولة على القنوات دي. ده بالنسبة للقمر آموس. إنما لو أنت عندك قمر عرب سات أو قمر الياسات، طبعا في قمر قريب منهم اسمه قمر انتل سات 45 درجه شرق او قمر ارزبيجان. طبعا بيجي مع قمر ارزبيجان. تمام. في قناه اسمها قنوات ديما سبورت 1 وسبورت 2 وسبورت 3 قنوات ديما عبر القمر انتل سات 45 درجه شرق. طيب ترددات القنوات كام اللي هي انتل سات ديت؟ التردد هيكون 12600 أفقي مع معدل ترميز 30,000. ده بالنسبة للقمر انتل سات. يبقى احنا دلوقتي عندنا قمرين هينقلوا المباراة، وهو قمر آموس والتردد هيكون 10842 عمودي مع معدل ترميز 30,000. وقنوات ديما سبورت وهي على القمر انتل سات 45 درجة شرق، وهي تردداتها تكون 12600 أفقي مع معدل ترميز 30,000. دول القمرين اللي هينقلوا مباراة منتخب السعودية ومنتخب اليابان اللي هتتلعب الساعة 9 مساء يوم الخميس بتوقيت مصر. ده كان فيديو النهاردة عن القنوات الناقلة لمنتخب السعودية ومنتخب اليابان. انتظرونا في فيديوهات قادمة عبر قناة تركيب الأقمار وحدث الترددات. السلام عليكم ورحمة الله.